تعد المهرة بوابة اليمن الشرقية، وتقع على حدود سلطنة عمان، وتمتد على مساحة واسعة باعتبارها ثانية أكبر المحافظات بعد حضرموت، ومساحتها تساوي مساحة الإمارات، وتمتاز بمناطق سياحية خلابة، ولها منفذان صيرفت وشحن. تندرج المهرة عسكريا ضمن قيادة المنطقة الثانية، وقد ظلت بعيدة عن الحرب الدائرة في اليمن، غير أن أنظار السلطات الإماراتية اتجهت صوبها بنشاط عسكري متسارع، وهو أمر استفز أهلها. خدمات الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن كانت الغطاء الذي انطلقت تحته الإمارات في المهرة، ثم تحركت عسكريا وأمنيا بإنشاء وحدات مسلحة لها، ثم وقفت أبو ظبي بعدها وراء تعيين شخصية من المهرة تقيم في الإمارات، هو محمد أحمد قحطان المجيبي المشهور بقحطان المجيبي في منصب مدير أمن المحافظة. وكان هذا الرجل على صلة وثيقة بيوسف سعيد الكعبي من الهلال الأحمر الإماراتي، وهو ما يشير إلى أن الكعبي لم يكن دوره إغاثيا فقط. وبعد تزايد نفوذهم طلب الإماراتيون كشوفا وخرائط لمواقع قوات الجيش والأمن، فأذعنت القوات للضغوط الإماراتية بعد تهديد بوقف المساعدات ورواتب الجنود. وفي الأشهر الأولى من وجودها في المهرة وزعت الإمارات نحو 30 سيارة لاستقطاب الوجهاء، واختارت الشيخ العوبثاني الذي يحمل الجنسية الإماراتية ليكون واجهة لتحركاتها. وواصلت الإمارات خطواتها في التوسع، فباشرت في فتح معسكر تدريب لها، وكانت الخطة أن يتم تجنيد 2000 من شباب المهرة في معسكرات تابعة للإمارات أو موالية لها. ثم لجأت بعدها إلى التجنيد القائم على أساس قبلي لضمان مزيد من الولاء، مستغلة علاقاتها ببعض شيوخ القبائل. وكان الرد العماني تجاه التحركات الإماراتية بزيادة حجم المساعدات لمحافظة المهرة التي تربطها علاقات قوية مع سلطنة عمان. وقد اضطرت الإمارات لتغيير طاقمها العامل بالمهرة عقب ردود فعل غاضبة اتجاه دفعة تجنيد قامت بها على أساس قبلي. وفي خطوة مفاجئة طلب الإماراتيون أن يكون أفراد القوات التي تم تجنيدها بدعم منهم تحت إشرافهم. وقبيل شهر رمضان الفائت طلب الإماراتيون من جميع أفراد القوات البالغ عددهم 1600 جندي دربتهم الإمارات العودة إلى معسكر الخالدية للتدريب. لكن مصادر في الإدارة المحلية للمهرة أشارت إلى أن عدد من حضروا كان 332 جنديا فقط، وزعوا على مديريات المهرة ويخضعون لإدارة وإشراف القوات الإماراتية. في الأسابيع الأخيرة غير الإماراتيون لهجتهم مع السلطات المحلية وشيوخ القبائل لتصبح أكثر شدة، معتبرين أنهم يمثلون قوات التحالف العربي، لتبدأ بذلك مشادات بينهم وبين أبناء قبيلة سمودة، حيث يقع معسكر الخالدية الذي تتحرك منه القوات الإماراتية ضمن أراضيها. أما الوجود العسكري في المحافظة فمنعدم، لكن قبل فترة قصيرة زار وفد سعودي المعسكرات والمواقع الحيوية في المهرة بمعية المحافظ وضابط إماراتي يدعى أبو فارس. زعماء ومشايخ المهرة الذين تربطهم علاقات بسلطنة عمان لا يرغبون في الوجود الإماراتي على أراضيهم، كما أن محافظ المهرة الشيخ محمد عبد الله كدة رفض بشدة الانضمام إلى المجلس الانتقالي الذي تدعمه الإمارات.